دي نقطة مهمة جدا مؤقتة. يعني هل في دور رقابي للبرلمان المصري؟ دور رقابي على أداء قرار مثلا طبعا ارتفاع سعر الدواء؟ طبعا وتدخلنا وتم تعديله. يعني هو القرار الحقيقة كان الأول طالع بدون حد أقصى وحد أدنى، وبدون تصنيف لوحدة التسعير، فتدخلنا حتى قلنا ان احنا هنعترض على هذا القرار اذا لم يتم التعديل، وتم التعديل في خلال 3 ايام الحقيقه. يعني برضه كان في استجابه كويسه، وكنا مأملين خير قوي انه مع تعديل السعر ده الادويه هتتوفر والادويه الرخيصه هتملى البلد، والناس الحقيقه ما زادش يمكن غير 30% من اللي احنا كنا آملين انهم يزيدوا. يعني 30% من الادويه زادت والباقي زي ما هو، بل على العكس بعض الادويه او معظم الادويه المستورده دلوقتي ما عادتش. بس يا فندم دلوقتي في ادويه يعني بتتاخد على مثلا اسابيع، بتتكتب بشكل منتظم للعلاج مرض مزمن، والادويه دي سعرها غالي، ودي شكاوى بتجيلنا الحقيقه من الناس. ما هو البديل الناس مش عارفه تتصرف. طبعا يعني للاسف يعني مرض العصر دواؤه باهظ الثمن، الحقن غاليه جدا. طيب هو اللي معهوش فلوس يعني شوف انا برضه هيعمل ايه؟ عايز اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك حاجه. هو العلاج في مصر الحقيقه وفقا للاحصائيات 70% من تكلفه العلاج من جيوب المصريين، و30% من الدوله. المفروض تتقلب، المفروض النسبه دي تتقلب على العكس. يعني الايه اتعكست على العكس، المفروض انها تبقى 70% من الحكومه والدوله و30% من المواطن مقبوله. انما احنا ده الحل اللي موجود. بس احنا برضه عايزين نقول انه مفيش، يعني في نوع من الاجتهاد لكن لا يؤدي الغرض كاملا. يعني حضرتك عندك تقريبا فوق ال 50% دلوقتي لديهم تأمين صحي، فده بيشيل علاجهم بغض النظر عن ادائه، بغض النظر عن اداء التأمين الصحي، لكن بيشيل. ولدينا ايضا الباقي لديه فرصة العلاج على نفقة الدولة. والعلاج على نفقة الدولة يعني معاناة لكن موجود، وبيعالج ناس كتير جدا. وقطاع بيبقى القطاع الثاني اللي هو القادر واللي مش عايز يخش في التأمين ولا يتعالج على نفقة الدولة، بيتعالج على حسابه. فدي شرائح المجتمع اللي موجود، الغير قادر والغير مؤمن عليه بيتعالج على نفقة الدولة. صحيح بيمشي في طرق كتير فيها معاناة للمريض، فيها معاناة للمريض، وفيها احيانا مذلة للمريض، وفيها احيانا مهانة له عشان يحصل على علاجه. بينما المادة 18 من الدستور بتقول ان العلاج حق مكفول لكل مواطن. هي فيها في المقام الاول مهانة ليه الحقيقة. طبعا طبعا طبعا. يعني انا ودي انا كنت قلتها، والتصريح كان عمل ضجة، اني بحلم باليوم اللي نلغي فيه نفقة الدولة ويبقى عندنا نظام تأمين صحي شامل بقى يشيل البلد دي كلها. وده برضو بإذن الله في دور الانعقاد الجاي ان شاء الله يبدأ العمل. طيب استاذ مجدي، عايز اعرف من حضرتك ازمة نقص المحاليل في السوق المصري اللي يعني اثارت الجدل واتقال ان وراها اسباب مفتعلة واغلاق